اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبله. النهارده عايز اتكلم على حلقه بعنوان لا تحبس افكارك. يعني خلينا ابتدي من اخر حاجه فكرت فيها وانا جاي كده في الطريق. ببص لقيت عربيه. هي شبيهه شويه بالاكس 6. طبعا احنا عارفين البي ام. آه، يعني لما انا شفت العربيه دي تصميمها، انا اسف يعني، وحش لدرجه هي فكرتني بفكره انا كنت راسمها. بجد انا زمان وانا مثلا في سن ابتدائي، كويس، كنت بصمم سيارات. العربيات دي كانت يعني واخده حياتي كلها، بصمم سيارات بطريقه رهيبه، لدرجه افتكر ان انا في سن ابتدائي وانا في الامتحان خلصت الامتحان بسرعه لان جات لي فكره تصميم وصممته على ظهر ورقه الامتحان. فلما روحت حتى بيسالوني عملت ايه في الامتحان، قلت لهم عملت ايه، شوفوا الرسمه دي. شوفوا رسمت العربيه دي عامله ازاي. يعني افتكر الموقف ده كان موقف غريب، بس انا كنت في موضوع العربيات موضوع يعني واخد حياتي، انا بحب العربيات جدا. كويس. التصميم ده بقى كان شبيه بالعربيه اللي انا شفتها اكتر، مكعبل كده يعني، طبعا صغير فتصميمي بسيط شويه. الفكره اللي انا كنت بفكر في ايه، كنت بحب العربيات الكبيره الدفع الرباعي وبحب العربيات العاديه. فانا جات لي فكره ان انا اعمل مزج ما بين الدفع الرباعي والعربيه العاديه، فاعمل عربيه هي شبيهه للاكس 6 بالظبط. شوف الاكس 6 طلعت امتى؟ يمكن بعد 25 سنه من تفكيري. فالعربيه الغريبه اللي انا كنت افكر فيها انها تكون زي العادي، السيدان الملاكي العاديه اللي احنا بنستخدمها، لكن هي تكون عاليه شويه وكبيره. حتى انا رسمت، يعني انا كنت بعملها وناس تبقاش فاهماها، فعملت حجم الانسان صغير بالنسبه للعربيه. انا بتكلم على 30 سنه مثلا، يعني قلت ايوه سن، هيبقى عندي كام سنه وقتها؟ خمس سنين مثلا. او يمكن اقل يمكن اكتر، المهم. فانا كان رسمي اكس 6 بالظبط بالظبط هي. ما كانش، ما اعرفش، انا وقتها كانت عاجبني الموضوع ده لان انا كنت عايز كده، يعني انا بفكر في حاجه ليا انا. وقلت دي فكره حلوه وعربيه كبيره وتكون تنفع في كل الطرق، امشي بيها في الارض عادي، تمشي في الصحراء عادي. كان تصوري كده وما كنتش شفتها، ما كانش موجوده، ما فيش عربيه شبيهه الاكس 6 او الموديل ده. ما كانش موجود تقريبا في عربيات قديمه قبل كده. هو ده كان موديل متفرد شويه، يعني نعتبره زي ده كده. كويس. ده ادالي فكره برضو اللي هو، لا، ليه انا ما اهتمتش بالجزء ده. افتكر ان انا في احد السنين وانا طبعا كنت خلاص اوريدي بقيت مخترع، قابلت مهندس. المهندس بدأ حياته بتصميم واحد صممه لشركه دوليه. كويس، مش فاكر كانت شركه بي ام باين، او مش فاكر كانت ايه. عمل تصميم كسب بيه الجائزه الاولى. بعد كده عمل مصنع. المصنع ده اشتغل في مركبات صغيره، اعتقد بعد كده هو سافر بره عمل مصنع بره. يعني انا كنت قابلته مره، كان عامل مصنع في مصر، وتقريبا ان شاء الله تقريبا عمل مصنع اكبر بره، وخلاص بدأ يتجه لحاجات، بيعمل حاجات غريبه. كان عاجبني قوي دماغه والحاجات اللي وصل لها ما شاء الله يعني. دي كانت بدايه من تصميم، بس اللي هو عمل تصميم دخل مسابقه دوليه ان شاء الله نقلته نقله تانية. وهكذا. يعني فكرة إيه، أنت عندك فكرة وأنت بتتخيل إن هي يعني لأ، يمكن ما لهاش قيمة. أنا باقول مثلًا أهو تصميم ده أحد الحاجات اللي كانت عندي، اللي أنا لو كنت اهتميت بيها كنت وصلت. كويس، يعني أكيد كنت وصلت واستفدت بيها استفادة كبيرة. فيبقى حبس الأفكار منك أنت، من دماغك أنت، أنت اللي بتحبس فكرتك. أنت الخوف اللي بيخلّيك محافظ على الفكرة وقافل عليها أدراج، لكن هتطلع، هتكون موجودة. أنا باقول أنا فكرت في العربية دي عشان اهتمامي أنا كطفل حتى. وقتها أنا شايف لأ، العربية أنا عايز يبقى عربية واحدة فيها الحاجتين. كويس. فتفكيري ده خلّاني أفكّر كده. لكن هل ممكن الفكرة الغريبة دي تتعمل؟ أهي اتعملت، طلع منها 100 موديل. كويس، كل العربيات تقريبًا عملت نفس موديل الإكس 6 ده، اللي هو ما بين مزيج ما بين الملاكي والدفع الرباعي. كويس، واتعمل بعد كده عربيات دفع رباعي تمشي ملاكي واطية كده، ممكن تعلّيها والكلام ده. فالفكر ده بدأ يدخل خلاص في الحيز التنفيذ فعلًا يعني. ففكرة أنا عندي اختراع قافل عليه، خايف عليه، ما حدش هيعرف عنه غير وقت أنا أطلّع الفكرة بمزاجي، ده مستحيل. ما فيش فكرة بتتحبس بالطريقة دي، ما فيش نجاح بييجي كده. برضه اللي خلّاني أعمل الفيديو ده برضه أحد الناس اتكلموا معايا، يمكن في وقت قريب من بعضه أوي، يومين أو كده، حد يتواصل معايا ويقول لي أنا عملت براءة اختراع من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وحتى الآن ما حدش كلمني، ما استفدتش حاجة. حد تاني برضه قال لي أنا عملت براءة كذا معايا براءة وما عملتش حاجة، ما حدش اتصل بيّا. يعني مين بيتصل وما حدش بيعمل؟ يعني حتى لو شوفوا معلش، يعني ما شاء الله الناس دي خدت خطوة وسجلت فكرتها، كويس، حاجة كويسة جدًا.
كويس. بس مين بيتصل ومين بيدعم؟ مفيش ولا حد بيتصل ولا حد بيدعم. مفيش مكتب براءة الاختراع، هي جهة للتسجيل فقط. طيب هيجي حد يقول لي طيب ممكن اسمع في الدول بره بيساعدوا، انا هقول لك بيساعدوا ازاي. دي حاجه قانونيه بوضع قانوني. اول حاجه جهه التسجيل هي مكتب براءه الاختراع. كويس، بنسجل فيها براءه الاختراع. طيب الدعم بيبقى ازاي؟ في جهه اعتقد في معظم الدول العربيه ربما تكون موجوده، جهه اسمها تطوير او دعم الابتكارات. هي مهم انها جهه موجوده. في الغالب للاسف في الاسف موجوده، ممكن تلاقيها سوريه، ما هي موجوده وخلاص. يعني هو مكتب موجود بس بيفيد حد؟ لا. يعني انا في ناس بعتهم وعملوا تجارب مع مؤسسات معينه، هم يقولوا لي في مؤسسه كذا، اقول له انا ما اعرفش ما جربتش. طب يقول لي طب هجرب واقول لك الابديت. ابدا متابع معاه خطوه بخطوه، واوصلهم اللي هم عايزينه من المخترع، تصميم عايزينه، تفاصيل عايزينها، تنفيذ. حتى واحد مره قلت له شوف هم عايزين ايه، عايزين ينفذوا عندهم ينفذوا عندي، انا ما عنديش مشكله. اي حاجه، برده ما وصلناش لحاجه. كويس. فهي جهه موجوده للاسف ملهاش دور. مش خلاص انسوا بقى، مش هنلوم بقى وندور ونقول احنا مش بيساعدونا، ما انسوا الفكره دي. لكن انت بتعمل براءة، عملت معاك محضر إيداع، خلاص عملت تسجيل أولي أو عملت حتى براءة نهائية، هي ورقة إثبات إن دي فكرتك، حلو كده، بس كده هو ده هيتواصل معاك حد؟ محدش هيتصل بيك. يعني مفيش جهة بتتصل بيك تقول لك احنا عرفنا ان انت خدت براءة، لان هو ممنوع اصلا يطلع على البراءة بتاعتك. يعني انت، ما انت برضه مش انت تفكر في حاجتين، انت ازاي عايز تدعم او حد يدعمك وهو اصلا ممنوع لاي جهة او اي حد يروح يدور على براءة حد. انا عايز اعرف براءة حد دي موجوده، او دوروا لي على، ما ينفعش، دي ما فيش، دي مش مصرح بيها. كويس. فبالتالي جهه التسجيل البراءه هي خاصه بالتسجيل. يبقى دورك انت تاخد دور. كويس، تبدا تاخد خطوات. طيب خلينا نفكر ببساطه برضه عشان ايه نلاقي حلول لبعض، ازاي نبدا نحرك الفكره من مجرد ساكن ورق ودرج تتحرك لواقع. والله بحلف بالله حصل معايا كده. انا فتره كنت عندي زي شنطه كده حاطط فيها اوراق البراءه. كويس. كنت حاططها في مكان عندي، تمام. فانا ما اعرفش بدور على ايه، فلقيت الشنطه فزعلت. يعني انا خدت الشنطه فتحتها لقيت فيها رسومات وبراءات، يعني رسم البراءه بتاعتي والكلام ده. فانا زعلت، يعني قلت طب انا، يعني بعد ما عملت الفكره وتعبت فيها، طب وبعدين؟ كويس. قعدت افكر كده كده، قلت لا، طب ما انا، هي الشنطه مش هتنزل او مش هتحرك او محدش هيسمع عنها. يعني فكره اللي انت تحس ان محدش بيدعمك، ده لوحده احباط، ده هيخليك اصلا ما تشتغلش. كويس. فانا ساعتها قلت والله بص، يعني انا خلاص، انا الغي الفكره خلاص، اريح دماغي، محدش بيساعدني. بعد كده قلت لا. بعد ما انا فكرت كده قلت لا، يعني كنت خلاص بقفل الشنطه وهشيلها تاني، وقلت اشيلها بعيد عني خلاص، انا مش عايز ابص الموضوع ده تاني. قلت لا، ما هو انا خلّيني أعمل تجربة واحاول أنا أخلّي لها قيمة، أنا اللي هاخلّي لها قيمة، مش حد هيخلّي لها قيمة، لإن دي فكرتي أنا. أنا اللي عايز أبقى أكون أحسن، وأنا عايز الفكرة بتاعتي تكون أحسن، فأنا أكتر واحد هاتعب عليها. جِبت الورق، رغم إن أنا كنت مصمم الفكرة ممتاز وكل حاجة كويسة جدًا، طوّرت عليها تاني، وبدأت أعمل نموذج تاني غير اللي أنا كنت عامله. لمّا بدأت أشتغل عليها وقعدت أدوّر وأقول لأ، لازم أدوّر على مسابقات ولازم أعمل كذا، لازم أظهر. خلاص عارف أنت عندك طاقة وعندك power، عايز تنطلق، أنا عايز أنطلق، لازم آخُد خطوة، لازم آخُد خطوة بأي حال من الأحوال. كويس. فبدل خدت خطوات إيجابية وعملت لنفسي جدول، لأ لازم أحقق كذا. طب ما أنا على فكرة أنا باشتغل، كنت باشتغل وبادرس وما زال يعني عايش حياتي بكذا، مش عايز أقول لكم تفاصيل قد إيه. يعني ما تقوليش لأ أصل ما فيش وقت. اتصرف وهات وقت. انت اللي عايز تنجح وعايز تنجح فكرتك، يبقى انت اتصرف وهات وقت. كويس. فلما تعبت واشتغلت، جت ساعتها فرصه نجوم العلوم، وقدرت ان انا اقدم الفكره بتاعتي. وانا فعلا التعب اللي فات ده، وزي ما قلت لكم قبل كده، يعني 5 ساعات انام بس واقوم اشتغل. وحتى جه مره كده يكون الشيطان بيقول لي يعني انت استفدت ايه؟ بقالك 5 شهور، لان هم كانوا 5 شهور بالظبط. يعني تعبت نفسي 5 ايام، يعني 5 ساعات. خد بقى في مده واروح المكتبه راجع وارجع اشتغل. فحتى يعني زي الشيطان جاي يقول لي ايه، انت استفدت ايه؟ يعني ما انت بقالك مده 5 شهور، وكانوا 5 شهور بالظبط. يعني كانه سبحان الله، انت بقالك 5 شهور شغال، استفدت ايه؟ والله ساعتها قلت لنفسي ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وانا تعبت، واكيد ربنا شايف ان انا تعبان، فاكيد هيجازيني خير. بعديها ما فيش يومين 3 بعد ال5 شهور دول، جه نجوم العلوم، قدمت، الحمد لله اتقبلت، وبدات حياتي اتغيرت بشكل كبير. فالخطوه بتيجي من سعيك انت. و وعلى فكره احنا بنبدا
ناخد كذا كذا اتجاه. يعني انا عايز اقول لك حاجه، لو انت متخيل اللي نجاحي في اختراعي ده هو ده اختراعي بس، لا تبقى غلطان. انا عندي مساعي كتير وتجارب كتير وخطوات كتير حاولت فيها. عارف فكره، انا مره كنت بعمل محاضره في جامعه، فقلت لهم اقول لكم حاجه، لو انا قدامكم في 4 بيبان مثلا، كويس، وفي معايا شخصين، وقلت لهم انا دلوقتي قدامكم مثلا دقيقه، مثلا دقيقه دقيقتين اي حاجه، كويس، وفي باب من البيبان ده جواه مثلا جايزه ماديه، جواه فلوس، كويس، فهطلب منكم تدخلوا البيبان، كويس، وتاخد الجايزه قبل التاني، هما اتنين، حلو كده. فقلت لهم بصوا، في كل واحد منهم هنعتبر تفكيرهم مختلف. في واحد هيقعد يتوقع، يقول احنا خلينا نقول مثلا، خلينا ناخد الباب الاول والباب الاخير، وبعد كده ايه نفكر، وبعد كده لا، او انا متوقع اللي هو الباب الثالث بس مثلا، يعني تخيلاتي اللي هم حطوه في الباب الثالث مثلا، تمام. في واحد تاني هيعمل ايه؟ هيطلع يجري ياخد الباب الاولاني، بعديه الثاني، بعديه الثالث، بعديه الرابع. مين اللي هيوصل اسرع؟ اللي جرب، لانه ممكن يصيب في الاول، وممكن يصيب في الثانيه، وممكن يصيب في الثالثه. عشان كده السعي والجري والحماس اللي يكون عندك، اللي انت عايز تثبت نفسك، انت اللي عايز تثبت نفسك، محدش من الناس دي عايزك تثبت نفسك، مش فارقه معاهم تثبت نفسك. على فكره الاهل نفسهم، اهلك دول هم عايزينك في مرحله الامان. عارف ايه مرحله الامان؟ انت تفضل قاعد جنبي، انا شايفك قدامي مبسوط بيك وخايف عليك، فانا مطمن ان انت جنبي. دي مرحله الامان اللي بتضر كل الناس، على فكره كل الناس بيتضروا بمرحله الامان. بس هو اهلك بيحبوك وعايزك تشوفك جنبه، مش عايزك تجري، مش عايزك تلعب. لما تكبر هو مش عايزك تشتغل قدر الامكان، لو يقدر يخليك تفشل وتقعد جنبه، ايوه، من دافع الحب. دافع الحب فعلا هو عايزك تبقى جنبه، خايف عليك. فمعلش، اطلع من دافع الحب. انت نفسك فيك نفس الدافع، هي مش هم بس بيعملوا كده، انت نفسك تعمل كده. انت مثلا يجي لك تجربه جديده، تقول لا 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 انا ما اقدرش اسافر، لا لا ما اخدش، لا لا ما اروحش المكان ده، لا لا لو رحت مثلا معرض اقف جنب ناس متمكنين ازاي، ما ينفعش، لا لا انا كده انا ضعيف، انا كده مش هقدر على الموضوع ده. انت بتحط نفسك في مرحله الامان برضه. خوفك هو اللي بيسجنك، اللي انت فيه ده بسبب خوفك بيسجنك، اللي انت تنطلق وتبتدي وتاخد خطوه جيده في حياتك. لازم تبتدي من دماغك اولا. يعني اقول لك حاجه، تفتكر لو انا اخدتك مثلا معايا سفاري، كويس، لو انت بتخاف من العقارب وكل حاجه بقى، مش عايز احكي لكم على الحاجات اللي موجوده في السفاري مثلا، ممكن تلاقي تعابين، تلاقي كذا، تلاقي كذا. لو انت بتخاف ده، انت هتبقى عامل ازاي؟ انت هتبقى قاعد في العربيه قافل على نفسك، لابس كل حاجه، قاعد محدش يكلمك، يعني يا جماعه سيبوني في اللي انا فيه، كويس. ده يمكن هتحط حاجات في ودانك عشان تسمع صوت اي حاجه تخوف، كويس. حد تاني يقول لي والله انا شخصيا كده، انا كنت يعني معلش كنت انزل السفاري او حاجه يعني الاماكن دي، ادور اتفرج على العقارب، حتى اشوف العقارب، ممكن اجري ورا اتفرج عليها، عايز اصورها مثلا. يعني عندي حب استطلاع واكتشاف رهيب، ممكن يضرني، ممكن يموتني، كويس. خلي عندك حب اكتشاف، وبقول لك خليك يا عم، مش عايزك تطلع في السفاري او تطلع في حاجه خطر عليك، لا، خلي عندك اندفاع لنجاحك، اندفاع عشان انت تنجح. فيا ريت، يا ريت تاخد بنصيحة وتفكر وتاخد خطوات جيدة لنجاحك بنفسك. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.